ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فكره الفيديو ده ان احنا هنجرب بيتزا دقها او جربها ايلون ماسك وعجبته، وهي حاجه غير مألوفه شويه، فانا كنت عايز اجربها. هي عباره عن بيتزا بالاناناس والانشوفي. في الحقيقه ميكس غريب شويه، بس تعالوا نجربه ونشوف طعمه عامل ازاي. بالنسبة للعجينة دي طريقة هتناسب جميع الأذواق. هي طريقة ما بين البيتزا الأمريكان والإيطالي. أول حاجة هنضيف 240 جرام من الدقيق، 12 جرام أو معلقة ونص من السكر، ربع معلقة صغيرة من الخميرة. قلب كل المكونات مع بعض الأول، وبعد كده هنضيف 140 جرام من المية الساقعة، وهنعجن العجينة حوالي 4 دقايق. بعد كده هنضيف نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة زيت زيتون، ونعجن مرة تانية 3 دقايق. وبعد كده ناخد العجين ونخبطه جامد على الترابيزة ونغطيه ونشيله في التلاجة لمدة يوم كامل، لأن احنا هنعمل تخمير بالبرودة أو حوالي 12 ساعة. بالنسبة للصوص هيكون بسيط: 2 طماطم، 1 فص ثوم، معلقة زيت زيتون ومعلقه صغيره من السكر. نضرب كل الكلام ده في خلاط. نرجع تاني للعجين بعد ما شلناه يوم كامل في التلاجة او 12 ساعه. في دقيق هننزله ونقلبه على الجنب التاني عشان الجنبين يكون عليهم دقيق. نبدا نفرده بالشكل ده. بعد كده نضيف الصوص ونقطع الاناناس ونبدا نحط الاناناس والانشوجه، واخر حاجه الجبنه الموتزاريلا. بالنسبه للتسويه هتكون على درجه 240. هنسيب الفرن يسخن حوالي ربع ساعه على درجه حراره 240، وهنحط البيتزا في الفرن حوالي 18 دقيقه. واو، ايه الجمدان ده!